هسألكوا سؤال. تفتكروا ليه ربنا بيسمح بالألم؟ وأنا عندي 11 سنة ربنا سمح إن بابا يروح السما فجأة مرة واحدة. بابا ما بقاش موجود. كانت أول فكرة في دماغي أنا مش عارفة إحنا هنكمل إزاي ولا هنعمل إيه، طب إيه اللي هيحصل بعد كده. فاكرة كويس قوي رغم إني كنت صغيرة إنه كان في صوت جوايا مليان سلام بيقول إنه أكيد ربنا مش هيسيبنا وأكيد عنده خطة. مكانش عندي أي فكرة أنا جايبة السلام ده منين، بس اللي أقدر أشهد عنه واللي عايزة أحكيه النهاردة إنه بعد 12 سنة أقدر أحكي فعلاً إنه ربنا فعلاً ما سابناش ولا لحظة، وربنا كان عنده خطة أجمل بكتير قوي من اللي كان ممكن تبقى في دماغي أو في دماغ أي حد فينا في البيت وقتها. 12 سنة ربنا ما سابناش فيهم ولا لحظة ولا يوم. كل يوم بيبهرنا بتعاملاته اللي ممكن تبقى غريبة جداً وعجيبة جداً ومنفهمش ربنا إزاي بيعمل كده. بيبقى سامع وفاهم احتياجاتنا حتى من قبل ما نطلبها ولا نقولها لبعض. عشت سنين كان فيهم الله وأبويا السماوي والأرضي، ويمكن لحد النهاردة عندي تساؤلات ومش عارفة ليه ممكن يبقى ربنا سمح إن بابا يمشي وأنا في سن صغير قوي كده. لحد النهاردة عندي نفس الوجع وعندي نفس التساؤلات، بس اللي واثقة منه إنه الله صالح جداً، ما بيغلطش أبداً، عارف كويس هو بيعمل إيه. حتى لو يمكن الدنيا حوالينا بتبان غلسة قوي، العالم حوالينا قاسي قوي، ظروفنا مش ماشية على مزاجنا، بس الله أحن من أي حد في الدنيا. الله عارف كويس هو بيعمل إيه في حياة كل حد فينا. مش عارفة ممكن تبقى بتعدي بإيه النهاردة، أو قصتك ممكن تبقى مختلفة عن قصتي. اللي عارفاه ومتأكدة منه إنه عندنا إله صالح وأمين بيحبنا جداً، عمره ما بيعمل حاجة علشان يوجعنا أو يدوس علينا، بس عنده خطة أجمل بكتير قوي لكل حد فينا عن أي خطة إحنا رسمينها لنفسنا. ربنا أحياناً بيستخدم الألم ده علشان يشكلنا ويغيرنا، عشان نشوفه بشكل مختلف وبشكل أعمق، وممكن كمان عشان تفرق في حياة ناس تانيين حواليك بيعدوا بنفس التجربة دي وربنا يستخدمك في حياته.